شايفة الجلاش الحلو الجميل ده؟ بصي لونه تحفة ازاي وشكله جميل يفتح النفس. اهو بقى الجلاش ده انا عاملاه صيامي واقتصادي، حلو قوي قوي. لا فيه لحمة مفرومة، ولا فيه فول صويا، ولا فيه مشروم، ولا اي حاجة غالية ومكلفة. كل الحشوة بتاعته وكل حاجة فيه موجودة عندنا في البيت. هتعملي غدا حلو وجميل وتغيير في الايام الصيام، وحاجة تحفة حلوة قوي قوي. تعالى اقولك عملته ازاي. انا هنا حطيت شوية كده من الزيت، وكنت محضرة بصلة مقطعاها مكعبات صغيرة كده، وتقدري تضربيها في الكبة. انا مش هحمر البصلة، انا يا دوبك بس هخليها تدبل ولونها يبتدي يصفر معايا وتبتدي تدخل على اللون. هكون محضرة بطاطساية كده كبيرة، او حبايتين من البطاطس بحجم متوسط. هبشرهم، وبعد ما ابشرهم هغسلهم كده واصفيهم من ميتهم، وهاخدهم واحطهم على البصل اللي دبل معايا. برضو مش هحمر البطاطس واخليها تاخد وقت في التسوية، هو بس يا دوب كده كام تقليبة تدبل معايا. هكون محضرة كمان شوية كده من الجزر المبشور. انا عاملة كل حاجة مبشورة عشان تستوي معايا بسرعة، وفي طبقات الجلاش تكون كويسة. انا هنا كان عندي جزر متفرز، حطيت منه. لو انتي عندك جزر فريش برضو نفس الموضوع، هتجيبي حبايتين او 3 على حسب الكمية اللي انتي عايزاها، وتبشريهم وتحطيهم كده يتقلبوا معاكي شوية. يبتدي يدبل هروح حاطه اللي بعديه ايه. انا عندي شوية كده من الفلفل الالوان علشان ادلع بقى الولاد، رحت حطاه لهم. ده انا كنت مفرزاه. ولو انتي حابة تحطي فلفل حار، تقدري برضو في الخطوة دي تحطي شوية كده من الفلفل الحار عليه، بيديها برضو طعم حلو. هقلبهم كده شوية يتبلوا، لا بياخدوا لون ولا اي حاجة، هما بيتبلوا كده مع بعض وكل حاجة مبشورة، فبتاخدش وقت في التسوية. رشيت عليهم كده شوية من الفلفل الاسمر، وكمان معايا واحدة من المكعب الخضروات، وكمان حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم، وكمان معايا معلقة صغيرة من توابل الفراخ او توابل اللحمة، بتديها طعم حلو قوي قوي. وكمان هنا هكون محضرة حباية من الطماطم مقطعها مكعبات، وهقلبها كده كويس مع بعضها، وهحط عليها ربع كوباية من المية، وهقلبها واسيبها بقى كده اغطيها تدبل معايا وتستوي وتشرب شوية المية اللي اتحطوا فيها. كده خلاص هي جهزت معايا وبقت تمام. الحشوة دي حلوة جدا جدا وطعمها بجد رائع. تنفع معاكي بشاميل، تنفع معاكي في الجلاش، تنفع تعمليها سندوتشات، تعمليها في حاجات كتيرة قوي، حلوة قوي واقتصادية برضو، وكل حاجة فيها موجودة في البيت. ندخل بقى على وصفتنا على الجلاش. هنا جبت الصينية حطيت فيها دهنة كده من السمنة، انا مستعملة سمن نباتي، وتقدري تكملي كل الوصفة بالزيت مفيش اي مشكلة. هنا انا بدهن كل ورقة جلاش، ما بين كل ورقة ورقة بشوية كده بساط من السمنة. السمنة بتخليها معايا تورق وتديني طبقات كده، فتبقى مقرمشة وطعمها حلو وجميل. غير لما تحطيه كله مرة واحدة وما تحطيش فيه سمنة، بيطلع معجن كده. لكن دهنة السمنة البسيطة دي مش هتأثر ومش هتضايقنا ولا تتعبنا، وفي نفس الوقت هتدينا نتيجة حلوة لما يبقى الجلاش مورق. دلوقتي انا هحط بقى كل الحشوة اللي انا عايزاها هحطها، وهكون مخليه الجلاش فيه كده الطروف واقفة ليه، عشان لما اجي اسويه ما يتحرقش من الجناب والحشوة يجرالها حاجة وتطلع منه. هقفل عليه برضو بنفس الطريقة كده، وهدهن سمنة وهحط الطبقات زي ما بتعملي الجلاش العادي خالص، ما بين كل طبقة وطبقة دهنة بسيطة كده من السمنة. الجلاش ده بجد رائع، حلو جدا جدا، طعمه جميل. انا كنت عامله شويه كده وعامله شويه رول صوابع. الصوابع دي ملحقتش اصورها لان هتاكلت وانا بصور اصلا. انا حطيت كل الطبقات ودهنتها سمنه كويس، وبعد كده قطعتها مكعبات. وهنا معايا نص كوبايه ميه سخنه، عليها نص مكعب مرقه خضروات. هقلبهم كويس، وهي دي بس اللي انا هسقي بيها الجلاش. هيطلع معايا مقرمش وجميل، ومن جوه كده طري، هيطلع معاكي تحفة. هقلب كده الشوربة اللي احنا عملناها دي، وهدخله بقى الفرن يتحمر كده من تحت وياخد لون من الجناب. هولع عليه الشواية ياخد برضو لون حلو كده من فوق الوش، واطلعه اوريهولكم. تحفة حلوة قوي، ريحته مقولكوش قلبت البيت، ريحته كانت جميلة جدا جدا جدا.
وكمان عالي وانتفخ معايا، كأنك عاملة جلاش حاطة فيه بيض ولبن بدل شوية المية بالمرقة دول، فرقوا فيه وخلين طعمه حلو قوي. بصوا شكلها جميل ازاي، والحشو فيها حلو قوي. الحشوة دي تحفة، موجودة في البيت، حتى لو مش في صيام تقدري تعمليها، اقتصادية وجميلة، وخلت طعم الجلاش حلو قوي قوي. اكيد شايفين هو بيتكلم عن نفسه يعني. طعمه كان حلو جدا، ولونه وشكله كده يعني يفتح النفس بجد. انا كنت جايبه لفتين جلاش، اعمل واحده حلو وواحده حادق، خلوني عملت الاتنين حادق من حلاوته وجماله، ده لا يقاوم. والشويه اللي كنت رفاهم رول اتاكلوا في ساعتها هم واقفين على البوتاجاز كده. يلا بقى جربوه وقولوا لي ايه رايكم فيه. اشوفكم دايما بخير. سلام.